كتير ويمكن انت واحدة منهم. لما نتكلم عن مكاوي الشعر بتقولي ما ينفعش اعرض شعري للحرارة بشكل دايم. مكوة الكيرلي مقاس 9 بتطلع لك تموجات شكلها روعة في الكيرلي، واستخدامك المنتظم على فترات بعيدة مش بيأذي الشعراية. اكيد طبعا ان احنا بنعرض الشعر للحرارة بشكل دايم ومستمر بيأذي خصلة الشعر نوعا ما، ولكن ده بنقدر نعوضه باستخدام شامبو مغذي لفروة الراس، بينظف بعمق، بلسم بينعم، حمام كريم بيرطب الشعر يمنع الهشان والتقصف، سيرم يدي كمان التغذية اللازمة لشعرك. اللي بيأذي الشعر فعلا هو انك تعرضي شعرك للصبغة او فرد بروتين او فرد كيراتين بشكل كبير او شكل مستمر. وده اللي بيتلف الشعرايه نفسها، لكن السشوار او المكوى مش بيتلف الشعر. اكيد طبعا التعرض للحراره بيأثر على الشعرايه، لكن بنعوضه زي ما قلنا بالتغذيه اللازمه ومنتجات متوفره في ليلي سنتر. هقول لك على واحده منهم النهارده. مجموعه ارجان ديلوكس من المجموعات القويه لصحه ولمعه وحيويه شعرك. سيرم ارجان ديلوكس زيرو فورمالين، زيرو صوديوم، زيرو سلفيت، بيدي تغذيه لشعرك عن طريق زيت الارجان والبروتين المتوفر فيه. حلو جدا وكتير جربوا وطلبوا من ليلي سنتر وكان بيشكر في استخدامه. هنشوف دلوقتي مع بعض النتيجة اللي هتطلعها مكواة الكيرلي مقاس 9.